تخيل ان قدامك كرباج وسلاسل ومشرط ومعاهم ورد وعطر وتفاح. واحدة بتقولك استخدم فيا اي حاجة من الادوات دي وهي مش هتقاوم لمدة 6 ساعات. يا ترى هتختار ايه؟ دي مش تجربة علمية ولا اختبار، ده عرض مسرحي قدمته مارينا أبراموفيتش سنة 74، والنتيجة كانت صدمة خلت مارينا شعرها يبيض من اللي شافته، ابيض فعلا بدون مبالغة. العرض ده اسمه ريزم زيرو، اتعمل في نابولي إيطاليا وخد المركز التاسع في قائمة أعظم الأداءات الفنية في التاريخ. فكرة العرض ببساطة إنها تفضل واقفة مستقيمة من غير أي رد فعل، والجمهور هيستخدم أي أداة هو عاوزها من 72 أداة محطوطين على ترابيزة كبيرة قدامهم. الحاجات دي في منها اللي بيسبب متعة زي ورد، خمرة، عسل، كيك، تفاح، وفي اللي بيسبب ألم زي إبرة، مقص، عصاية، موس حلاقة، وفي اللي ممكن يقتل زي مسدس، شاكوش، فاس، سكينة. مهما كان اللي هيحصل فيها طوال ال6 ساعات من الساعة 8 للساعة 2 بالليل مفيش مقاومة هي اللي هتتحمل المسؤولية، ومسموح بأي حاجة. بدأ العرض، الناس في الأول كانت لطيفة، اللي سلم عليها واللي عطاها وردة واللي لبسها، لغاية ما جه واحد وضربها قلم خفيف على وشها زي ما يكون كان عايز يجس نبضها يشوف هتعمل ايه، هتقاومه ولا هتسيبه. وهنا بقى العرض بدأ بجد، الموضوع بدأ يسخن وكذا واحد اتجرأ وضربها بالقلم، وبعدين بدأوا يقطعوا هدومها بمواس الحلاقة والمشرط. في الساعة الثالثة من العرض كانت هدومها كلها اتقطعت وبقت عريانة خالص. الناس بدأت تتجنن أكتر، اللي يلمسها واللي يتحرش بيها واللي يعورها في جسمها بالموس، لدرجة إن في واحد عورها في رقبتها والتاني بدأ يشرب من دمها. الناس اتجننت، شالوها ونيموها وحطوا سكينة برجلها، كتبوا ورسموا على جسمها وصوروها وخلوها تمسك الصور بايديها. هنا بقى مارينا صعبت عليها نفسها، فقدت اعصابها وبدأت تعيط. والمفاجأة ان في واحد جاب المسدس وخلاها تمسكه وهي موجهاه على دماغها وصباعها على الزناد. هنا بقى الفوضى زادت والناس بدأت تعترض ويمنعوه، حتى كمان في ناس كانت عاوزة تغتصبها لولا ان في ناس اتدخلت. واخيرا تحصل الحاجه اللي كنا فقدنا الامل انها تحصل. جت واحده مسحت دموعها وحضنتها وبدات تواسيها، وناس اكتر قلدوها، اللي مسح جروحها واللي غطاها واللي ولع لها سجاره على اساس تخليها اهدى، لحد ما الساعه جت 2 الامن وقف الناس وقال لهم العرض خلص. اول ما مارينا بدات تتحرك وتقرب من الجمهور حصلت اغرب حاجه، الناس بدات تهرب وتخرج من القاعه. الناس حرفيا جريوا مع انهم لسه كانوا بيعذبوها ويأذوها بكل الطرق، بس اول ما اتحركت خافوا ومشوا. هما ما خافوش منها شخصيا، هم خافوا من المواجهه. فكره ان هم بيأذوها وهم عارفين انها مش هتعمل اي رد فعل ولا هترد ولا حتى بتبين مشاعر زي الجماد، الفكره دي مطمناهم. لكن اول ما بدات تتحرك ومشاعرها ظهرت تاني خافوا من عتاب الضمير اللي هيحصل، لانها هتبين لهم كميه الشر اللي وصلوا له لما عرفوا ان مفيش عقاب. وهو ده بالظبط كان الهدف العرض، كانه لوحه فنيه بتعبر عن الصراع بين الخير والشر جوه الانسان. الشر اللي مستخبي ومستني اللحظه المناسبه عشان يطلع فيها، مستني يتاكد ان مفيش عواقب ومفيش تأنيب ضمير وانه مش لوحده وفي زيه كتير. وده بان اول لما واحد اتجرأ وبدأ بالأذية، ناس كتير بعدها قلدوه. والخير اللي دايما موجود في الناس بس مش قادر يطلع لانه شايف ان كله سيء، فكده كده خربانه، انا هقدر اغير ايه لوحدي؟ لحد ما يظهر البطل، نصير الخير اللي بيشيل الغشاوه ويصحي الضماير، اللي هي ما ماتتش بالمناسبه، هي بس نعسانه ومقيله حبتين. على فكره الناس اللي كانت حاضره المفروض هم ناس مثقفه ومحترمه، ده عرض مسرحي يعني مش اي حد هيحبه. وده اكبر دليل على ان كونك متعلم ومن بيئه مثقفه ما يمنعش انك تكون شيطان بقرون. خليك متاكد ان الخير جواك وانك مش موافق على الغلط، ما تستناش حد يبدا عشان تقلده، خليك انت اللي هيقلدوه. خلي الخير هو اللي ينتصر، واعمل لايك وسبسكرايب، واشوفك في الفيديو الجاي. سلام.